احنا ليه ما ينفعش ناكل سمكة القرش؟ لحوم سمكة القرش ضارة جدا بسبب احتوائها على مادة الزئبق السامة، لأن زعانف أسماكها بتحتوي على كميات كبيرة من السم تتراوح ما بين 6 إلى 10 مرات من المستوى الآمن. وتنصح المؤسسات الصحية والعالمية والمفوضية الأوروبية ووكالة حماية البيئة الأمريكية بالابتعاد عن لحوم سمكة القرش تماما، لأن من الممكن للزئبق الموجود في لحوم سمكة القرش إن يعمل تلف للدماغ والجهاز العصبي. والعلماء عملوا على تحليل عينات من الزعانف والأنسجة العضوية لأكثر من 10 أنواع من أسماك القرش، وفي عدد من الدراسات السابقة أكدت على وجود علاقة مباشرة بين مادة الميثيل السامة وزيادة مخاطر الأمراض العصبية. علشان كده مسموح بأكل المأكولات البحرية اللي موجودة في البحار ما عدا سمكة القرش، وده طبعا بسبب أضرارها وخطرها الشديد. طب احنا عرفنا أضرار سمكة القرش، طب يا ترى هي ليها فوائد؟ في الحقيقة إنه برغم أضرارها دي لكن برضه ليها فوائد كتير، وده لأن سمكة القرش بتحتوي على نسبة 3% من الدهون، علشان كده ده بيكون مناسب جدا لمريض السكر. وكمان بيساعد في التقليل من ضغط الدم، وكمان بيساعد زيت أسماك القرش مع الأحماض الغير مشبعة على علاج أمراض القلب والشرايين، وكمان مفيد جدا في علاج الكسل والخمول، وكمان يعتبر منشط جدا زي باقي أسماك البحار بسبب احتوائه على كميات كبيرة من الفوسفور. بالإضافة كمان إن غضاريف أسماك القرش بتساعد على تقليل الإصابة بالأمراض السرطانية. يعني سمكة القرش زي ما ليها أضرار كتير برضه ليها فوائد كتيرة جدا مهمة لأي إنسان، لكن في الحقيقة إن ممنوع أي حد يقرب منها أو ياكلها. ولو الفيديو عجبكم اعملوا لايك وسبسكرايب واستنونا في فيديوهات جديدة.